عارف الاهلي ده بيفكرني يعني بحياتنا عامه. بتكون انت مثلا بتجهز حاجات في حياتك كلها عامه، وبعد كده تقوم ايه مره واحده سيناريوهات غريبه. الموضوع خلص. يعني ما تتخيلش ان احسن لعيبه عندك يقوم متصاب، وبعد كده يجيلك ضربه جزاء تضيعها. تمام. وبعد كده تفضل تضيع وتجيب جون بيتحسب تسلل، وتفضل تضيع وتبقى احسن لعيب، وبعد كده الشوط التاني يتقلب ومش عارف تبقى عندك احسن حارس واحسن مدافع وكل حاجه. يجي لك الماتش اللي بعديه انت عامل شوط حلو، شوط ايه الى حد ما كويس كل حاجه، لغايه ما مره واحده تتبخر جون. المهاجم بتاعك بيجيب جون فيك انت. بعد كده خطأ الكرة المفروض اللي هي تبقى فاول ليك، اللي ممكن يتحسب منها جون التعادل، تترد بمرتده، والجون التاني وجونين ورا بعض كده وخبطتين في الراس توجع، والاهلي بيخسر يخرج. بس طالما لسه في امل في اي حاجه فمش هقدر اقول ان الاهلي يخرج. مش هعرف اقولها يعني ليه محمد هاني لابس تيشيرت النادي الاهلي كده تمام، ونازل كده بيسرح ايه في الارض، وبيجري وبينحر، يعني درجن 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 وبيجري ليه محمد هاني بيجري؟ يعني ليه محمد هاني بيجري وبيلعب وانا اسمي محمد هاني؟ ليه انا قاعد بقى في البيت؟ ليه؟ يا هو بيتمرن، طب ما انا اتمرن. طب هو بيجري ما اجري. بس ما بيعملش حاجه تاني. ايه بياكل ما انا باكل، بيشرب ما انا بشرب، بيخش الحمام انا بخش الحمام عادي. ليه محمد هاني بيلعب وانا لا؟ ليه قفشه بيلعب؟ ليه قفشه بيلعب وانت ما بتلعبش؟ ليه؟ قول لي ليه. ارزاق. ارزاق. ارزاق والحمد لله وكل حاجه، بس ليه؟ يعني محمد هاني بعد الخساره بتاعت افريقيا في 2022 يا جاحد، تمام، والسبب هو السبب في الجون الثاني والسبب في الجون الاول، وتمركزاته زباله ولعبه نيله. انت وحش، انت لعيب وحش. ده عنده انجازات. محمد هاني ده معايا من 2020 ولا 2019؟ لا بقى 20 ايه يعني كبطولات؟ لا ده معاك يا نهار اسود، ده من 2014 معاه. ده الناشئ محمد هاني معايا من 2014، معاه انجازات قد ايه؟ معاه انجازات بانديه، معاه انجازات بدوري كامل، معاه انجازات. بيفضل مكمل معايا ويروح كاس العالم للانديه والعالم شاهد على امجاده وانه مشرب بقى يعني وكل الكلام ده، وتلاقيه برضه مركزاته غلط. ده في كوره جاله الغضروف، يعني محمد هاني ده في كوره كده قام جاله الغضروف، وكوره تانية بيتمركز صح، وكوره تانية قام ساب زيزو هو يروح على اللاعب وهو راجع لورا. يا ابني طب حلل يا ابني الربع مش هقول لك مليون، كل جنيه انت بتاخده. اصل ده انا شفته، يعني ده شفته على الواقع قدامي كده، محمد هاني شفته كده على الواقع قدامي كده كان بيتكلم في الكوره. يعني شفته كان بيتكلم في الكوره، واحنا ك ك ك ف ف ف ف ف ف ف ف لازم عشان انت تتكلم في الكوره لازم ايه تفقفق في الكلام. تمام. ان احنا لازم نبقى نطلع الوينجات، ولازم نخلي في طريقه تدريب جديده كده في الكوره المصريه عامه. مين بقى كان جنبه بيتكلم مع حسام غالي؟ تمام. فاحنا لازم ان احنا نتكلم في الكوره، ولازم نشوف الاداره كويسه. انا ما شفتهاش خالص ان يبقى عضو في مجلس اداره، ما شفتهاش في الاهلي عضو مجلس اداره يكون بيتكلم في استوديو تحليلي. حصلتش في النادي الاهلي ابدا، ما حصلتش خالص ان الاقي العضو بتاع مجلس الاداره بتاعتي بيتكلم بشوفها في الانديه. يعني بشوف الزمالك مثلا، مش والله مش تريقه، بس الزمالك مثلا حصلت كتير، فعادي اللي هو احنا ما بقيناش بنستغرب. لكن دي بقت مستغربه، دي غريبه اول مره تحصل. عضو مجلس الاداره بتاعتي بيتكلم ده احنا كنا مستغربين لما كان طه اسماعيل، الشيخ طه اسماعيل لما كان بيتكلم في الاستوديو التحليلي وهو في لجنه التخطيط. كنا بنستغربها يعني ايه؟ ماتش كويس والشوط اول حلو والتشكيله جميله والتشكيله لذيذه، وتلعب ب 3 4 3 ولا 4 2 3 1 ولا 4 3 3 وهتلعب ايه؟ بعد ما نزلت ماسك كوره، هي التيمه بتاعت كل شوط. الشوط الاول انت نازل ماسك كوره، تمام، وانت ايه بتنقل الكوره على الارض، وانت معاك الاستحواذ، وبالميراس كانت هي اللي راجعه ورا وبتلعب ب 5 3 2 وبتلعب على المرتدات. ليه؟ عشان انت عندك ايه يعني؟ عجلات ورا. عارف العجلات؟ العجلات اللي هي العجلات اللي هي بتاعت الحربه اللي هي بتتعمل كده دي، هي ورا. بس فانت عندك يحيى عطيه الله مش هيجري. يحيى عطيه الله اخر ماتش لعبه يوم 11 في شهر 4 قدام بيراميدز، يعني بعد العيد بكام يوم. بعد العيد اللي هو ايه العيد اللي بعد رمضان بكام يوم، وما كملش الماتش اصلا، اتصاب. هو ما لعبش كل ده، ما لعبش حتى ماتش ودي. حلو حلو، قمت انا منزله قدام بالميراس، عمل اداء ماشي مش بطال، تمام، على الفتره هو مش بطال. تريزيجيه قدامه، تريزيجيه صاحب الصفقات ابن النادي صاحب الخبرات الكبيره وكل ده ما بيرجعش. يعني كذا كوره، في كوره اتزحلق
قطع بقى خلاص 2 على يحيى عطيه الله. بس قام الواد اللي هو ستيفانو ده دخل شمال قام شاطها ايه وقعدت جنب جون الشناوي. تريزيجيه كذا كوره انفراد، اجري خش على الجون، خش اقطم في العمق، باصي لليمين باصي للشمال، شوط انت اتحرك انزل. لا انا باخد الكوره وما راجع ورا، بحس ان في مفاتيح وقعت منه ورا، يقوم راجع ورا. طيب اديها لمروان عطيه كده بوش رجل الخارجي، ما ينفعش انا ابصها له عادي كده، لازم بوش رجل الخارجي ابصيها لمروان عطيه، مروان عطيه باصيها لورا، وهكذا 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 وهكذا. احنا برضو زي ما هنقول برضو الشوط الاول انت ضيعت ان انت تجيب حتى جون واحد على الاقل، مش تكسب وسكور وكده، تجيب جون واحد على الاقل، يبقى حتى ايه ند بند اي حاجه. يعني محمد علي بن رمضان كان ماسك لك نص الملعب كويس جدا الشوط الاول، وبعد كده ايه ولا اي حاجه. طيب برضو نفس الموضوع ان يبقى الشناوي وياسر ينقذوا لك كذا كوره، يا جماعه زهقنا بقى زهقنا. وداري كان شايل بلاوي ومصايب من ورا محمد هاني، محمد هاني لا محمد هاني يا جماعه، لا محمد هاني لا، صعب صعب صعب. هو شخص كويس جدا في حياته، هو في الملعب انت مش طبيعي، انت مش طبيعي بجد. يعني ايه؟ طب ما انا عندي ستارز على فكره، عندي ستارز وعندي شراب وعندي شورت وتيشيرت لابسه، اجي يعني اخده اهو واطلع على الملعب. طيب ومضيع كذا كوره، مش اللي هو الشوط على الجون وكانت هتيجي الجون والكلام ده كله، لا انت مضيع كذا كوره ان كانت انت ممكن اصلا تروح على جون تشوت، انت فرصتك راحت من ان انت بتجري غلط وبطيء ووحش تقوم راجع لورا. بس تصرفات غريبه قوي قوي قوي. ومروان عطيه، مروان عطيه انت بتشوف في الدوري ما بتجيش، بتشوف في الكاس ما بتجيش، بتشوف في الرابطه ما بتجيش، بتشوف في كل حته ما بتجيش، انت جاي تشوطها في كاس العالم هتيجي؟ والله ده كام جد والنبي. الشوط الاول خلص، الشوط الثاني قلنا بقى الشوط الثاني ايه؟ يا جماعه ننزل ديانج. طيب يا جدعان، يا جدعان البدني والكلام ده كله والمرتدات والحاجات دي لازم ديانج يا جدعان. انا مش عارف هو ديانج طبعا عمل حاجه فيك طب وانت صغير؟ يعني ديانج طب يعني حاجه زنجيه يعني عمل فيك ايه طيب علشان انت ما تلعبوش؟ مش فاهم. ديانج يقعد ما بيلعبش، تبدا الشوط الثاني، والله كله عارف ان في الشوط الثاني هيجي جون، فعلا ان الجون بيجي فاول. مين السبب فيه؟ قول مين السبب فيه، معانا مكافاه اليوم، مين السبب فيه؟ محمد هاني هو السبب فيه، وانت السبب فيه، كلنا السبب فيه، محمد هاني. الكرة تترفع وسام يدخلها في نفسه، شكرا شكرا. الكرة دي دخلت في قلبي. عارف في بطولة كأس العرب 2021 كورة كانت برضه هي مصر كانت عاملة أداء حلو والسولية كان عامل أداء حلو جدا وكل حاجة، آخر كورة في آخر دقيقة في آخر ثانية في آخر كل حاجة الكورة برضه اترفعت فاول، أما هي السولية عملها بدماغه لورا دخل الجون. شو أحس السيناريوهات دي مكتوبة علينا قوي قوي يعني. بس الموضوع خلص. بس تقوم انت ايه الماتش خلاص بالنسبه لك في الحته دي، الماتش خلص، انت عارف خلاص الماتش خلص. مش هقول لك مثلا ان احنا صعب هنجيب، هي الماتش خلص، هي بتبان كده. برضو قام الكوره مش عارف الاهلي برضو الفكره ان مفيش رد فعل من اللعيبه. يعني انا ما شفتش لعيب بيموت نفسه على الكوره، ما شفتش لعيب بيموت نفسه على الكوره، التيشيرت نفسه بيتقطع ان انا بجري على الكوره عشان اجيبها. يا اخي طب حلل الجنيهات اللي بتاخدها يا اخي، يا اخي طب حب النادي اللي انت بتلعبه يقول له يا اخي الجمهور يكون بيجي في الملعب ويجري وراه في الاستاد ويروح نيو جيرسي ويروح نيويورك ويروح ميامي ويروح ايطاليا ويروح كل الكلام ده. اللعيب بيعمل ايه؟ مش اي حاجه. ما اشوفش رد فعل من اللعيبه ان انت تروح يمين تروح شمال تقطع الكوره هنا تقطع هنا، اجري قاتل على الملعب قاطع الكوره اتعفرت اعمل كل حاجه، مفيش. مش شايف رد فعل يا اخي. ان شاء الله اخسر 15 واخسر مليون بطوله، فين الروح؟ انا مش لاقيها، مش لاقي الروح اللي بنلعب بيها دايما، مش لاقيها، بتخلص. مين اللي كان عنده الروح؟ امام عاشور. مين اللي كان عنده الاداء؟ امام عاشور. مين اللي كان عنده اللعب؟ امام عاشور. مين عنده القتاليه؟ امام عاشور. مين عنده المهاره؟ امام عاشور. امام عاشور غاب، شكرا. مفيش اي حاجه لغايه ما الكوره تترفع فاول غريبه ومرتده غريبه. يعني احنا عارفين ان الفريق ده اكل عيشهم على المرتدات، اكل عيشهم على السرعات، قمت انا سايب لهم مرتدات. مروان عطيه بيجري موقف على اللعيب، سايب اللعيب التاني اللي بيجري وراه موقف على اللعيب، قام الواد بصها له بين رجليه ثرو. مين بقى سباق سرعات انما ابن لذينه، لعيب بالميراس ووراه محمد هاني. لو قعدوا يجروا يومين ورا بعض كده الملعب مفتوح، الملعب عمال يمتد وبيجروا ورا بعض كده، محمد هاني مش هيلحقه. اما محمد هاني بقى جاي يتزحلق، اصل هو كرفغال فجاي يتزحلق عشان يجيبها، ومش مثلا ايه ان هو يتزحلق ان هو بسن رجله شايطها وموديها بره اي حاجه، لا انا عايز ايه استخلص الكوره، انا عامل رجلي لفوق عايز اعملها كده بكعب رجلي علشان اجيب الكوره، اصل انا جامد جدا، اصل انا مش هقول لك انا جامد جدا. يا اخي ده انت يا اخي مهاجمين فاركو بترقصك وبتخش عليك وما بتعرفش تقطع منهم كوره، تقطع كوره من لعيب برازيلي؟ انا هرج ربنا خلاص بقى اللي هو ايه،
ريح شويه وقاتل بقى، اتكلموا مع بعض في اوضه اللبس وقاتل، اتكلم مع بعض في اوضه اللبس يا جماعه، لازم نستقتل، لازم عشان الجمهور اللي جاي لنا من كل ناحيه ده نستقتل على الكوره، لازم نروح يمين نروح شمال، نخسر النص ساعه الاخيره دي، نقتل على كل كوره، مفيش اي حاجه. انا مستني بقى بعد الربع ساعه بتاعت العاصفه دي، اللعبه هتنزل هتقطع لعيبه بالميراس، ان شاء الله مش هجيب اجوان بس هفضل اقاتل في الملعب، اي حاجه. لكن انا باخد الكوره ياسر لبيكهام، بيكهام نزل مكان داري، بيكهام لقفشه، قفشه نزل مكان حمدي فتحي، قفشه لجراديشار، جراديشار نزل مكان وسام، جراديشار لبن شرقي، بن شرقي نزل مكان تريزيجيه، بن شرقي ايه حطيت الله، قام ايه حطيت الله طلع قام نزل مين؟ الشحات. الشحات. انا لسه بلعب انا لسه اصلا عندي فرصه في الشحات بعد الكره الاخيره دي، بس منزل الشحات. الشحات ايه؟ باك ليفت، مش باك لا ليفت، ليفت كده على طول ورا، بس هو ليفت ورا من بالميراس 2-0. مفيش اي حاجه طبعا تقدر تقولها، يعني هتفضل تقولها، هقول لك ايه؟ هقول لك لو كان، لو كان بجد، لو كان هقول لك لو كان امام عاشور ما اتصابش، لو كان تريزيجيه جابها، لو كان تريزيجيه سابها لوسام، لو كان وسام جابها، لو كان كرة التسلل لوسام اتأخر سنة، لو كان وسام جاب الكرة الانفراد اللي ضاعت، لو كان امام عاشور جاب الكرة اللي ضاعت، لو كان حسين الشحات بص الكرة صح ناحية الشمال، لو كان كتير، لو كنت كسبت انتر ميامي، لو كان في الشوط الاول قدام بالميراس عملت حاجه، اي كوره جت، لو كنت اتصرفت في كوره واحده صح، سواء ماتش انتر ميامي او الماتش بتاع النهارده، كان حصل حاجه. لو كان، بس لو كان يعني، لو كان كتير قوي يعني، هفضل أقول لو كان السنه الجايه عارف هقلب مره واحده امير عيد، لو كان شوط يمين شوط شمال، تصرف صح، تصرف صح كنت استخدمه، كان ممكن يغير حاجات كتير قوي. بس انا كل املي دلوقتي محطوط على الغير ان بورتو تكسب انتر ميامي، فبورتو هتيجي هتجيلي باربع نقط وانا بنقطه، فاكسب بورتو الماتش الجاي، تمام، بورتو تبقى نازله ده ماتش الصعود بقى، فاكسب بورتو الماتش الجاي، فيبقى انا زي اربع نقط بس اصعد بالوجهات المباشره. بس خلاص، الجمهور جه وراكم في كل حته وكل حاجه، خلاص مفيش اي حاجه، بس مفيش اي حاجه تانية نقولها. هارد لك. سلام عليكم.